تخيل تعيش في زمان فين المرأة كانت ماشي غير محرومة من الورث، كانت هي براسها كتورث بحالها بحال شي طبلة ولا شي أرض. هادشي ماشي خيال علمي، هادشي كان واقع. وجات صورة وحدة باش تقلب الموازين وتعلن ثورة اجتماعية مازال الصدى ديالها كيتردد حتى اليوم غادي نهضروا على ثورة صورة النساء وكيفاش بدلات وجه التاريخ في المجتمع الإسلامي الأول. المدينة المنورة استقر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وبدات الدولة الإسلامية كتوقف على رجلها. الصحابة كيتعلموا الدين وكيمشيو للغزوات، والنفوس بدات كتصفى من الشرك. ولكن بين الحيوط وداخل البيوت كانت ما زالت بقايا الجاهلية معشة في العقول. العادات القديمة صعيب تمحيها في ليلة ونهار، خصوصا فاش كنهضروا على الفلوس والعيالات واليتامى. في الجاهلية القاعدة كانت قاسية وصريحة: القوي يأكل الضعيف. المرأة ما كتورثش، بالعكس كانت هي جزء من التركة. مات الرجل، ولده ولا أخوه يقدر يجي يرمي عليها توب ويقول هادي ديالي. بغى يتزوجها فابور، بغى يحبسها وما يخليهاش تتزوج حتى تفتدي راسها بالمال يديرها. كانت سلعة ماشي إنسان. واليتيم كان فريسة سهلة. الأوصياء والأقارب كانوا كيشوفوا مال اليتيم فرصة همزة كي ياكلوه بلا حسيب ولا رقيب. العقلية كانت كتقول هاد الدري صغير ما كيهز السيف، ما كيدافع على قبيلة، علاش نعطيوه المال؟ ولكن لحظة التغيير كانت جاية، لحظة غادي تقلب الطاولة على هذا الظلم كامل. واحد النهار جات امرأة من الأنصار عند النبي صلى الله عليه وسلم. هاد المرأة كانت هازة في قلبها وجع كبير. راجلها مات وخلى ليها بنات صغار، ولكن عم البنات جا ودا المال كامل، خلاهم على الضص ما عندهم ما ياكلوا. قاكيه يا رسول الله، راجلي مات وعم بناتي دا كل شيء وهما ما يقدروش يتزوجوا ولا يعيشوا بلا مال. النبي صلى الله عليه وسلم سمع ليها، شاف فيها بعين الرحمة، حس بالظلم اللي طايح عليها، ولكن ما جاوبش ديك الساعة. كان كيتسنى الحكم من الفوق، كان كيتسنى كلمة الله الفصل. وهنا نزل الوحي، نزل جبريل عليه السلام بآيات غادي تكون هي الدستور الجديد للعالم في موضوع الحقوق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه العزيز: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. سمعتوا الكلمة؟ نصيبا مفروضا، يعني ماشي صدقة، ماشي جميل، ماشي بخاطرك، هذا حق فرض لخلق الكون. الآية نزلات بحال الصاعقة على عادات الجاهلية، ردات المرأة حقها المسلوب ورفعات اليتيم لدرجة الكرامة. واش كيصحاب لكم الأمر دا السهل؟ أبدا. النفوس اللي ولفت التحكم والسيطرة صعيب عليها تطلق اللعب. شي رجال في المدينة جاوهم هاد الآيات قاصحين، كيفاش نعطيو المال للمرأة والدري الصغير وهما ما كيركبوش الخيل وما كيهزوش السيف؟ وهنا نزل التهديد الإلهي المخيف. الله سبحانه وتعالى بغى يقطع دابير الطمع. نزلات آية كتقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تخيل معايا، اللي كي ياكل رزق اليتيم راه كيعمر كرشو بالعافية. هاد التصوير القرآني المرعب هز القلوب. الرجال اللي كانوا عندهم إيمان حقيقي بكاو، خافوا، واللي كان دا شي ريال ديال شي يتيم جرار ردوه ليه. سورة النساء ما جاتش لير باش تقسم الفلوس، جات باش تبني مجتمع جديد، مجتمع فيه العدل هو الأساس ماشي القوة، مجتمع فين المرأة عندها كرامة مستقلة واليتيم محمي بالقانون الإلهي. ومع الوقت وجه المدينة تبدل، النساء ولاو كيهزوا راسهم الفوق، الأيتام لقاو شكون يحضنهم بلا ما يتطمع في ريالهم. الناس بداو كيفهموا أن الإسلام ماشي غير صلاة وصيام، الإسلام هو كيفاش كتعامل مع الضعيف قبل القوي. سورة النساء نزلات منجمة، يعني مفرقة، باش تعالج المشاكل دقة دقة. كل آية كانت كتحل العقدة وكتربي القلوب، كانت درس في بناء الحضارة. الحضارة الحقيقية ماشي هي العمارات، هي شحال ديال الحقوق كتعطي للناس اللي ما عندهمش القوة يدافعوا على راسهم. اليوم فاش كنقراو سورة النساء خاصنا نستحضروا هذا التاريخ، خاصنا نعرفوا أن هذه الحقوق جات مورا كفاح، وجات باش تخرج البشرية من ظلام الغابة لمور العدالة. القصة ديال نزول هذه الصورة هي قصة انتصار الإنسانية والرحمة على الجشع والأنانية. السؤال لك دابا، واش حنا اليوم بتصرفاتنا كنطبقوا روح هذه الصورة؟ واش باقي فينا شي حاجة من ديك الجاهلية في التعامل مع الورث وحقوق النساء؟ خليوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنساوش العدل هو أساس الملك،
وإلا بغيتي تكون سبب في هداية شي حد، اشترك وشارك الفيديو، راه الخير كيرجع للإنسان. وما تنسوش الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.